السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد اوقاتكم اينما كنتم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من سلسلة فيديوهات السفر للإمارات للتمريض بالذات. اليوم إن شاء الله بإذن الله أحكي لكم عن موضوع مهم جدا وهو موضوع الانترفيو. ناس كتيرة جدا ما بتعرفش، تتخض، بتتوتر، بيحصل لها أي حاجة قبل الانترفيو، فبالتالي ده بيزيد توترها، فبالتالي بتروح الانترفيو مش مركزة، فبالتالي بتنسى كتير في الانترفيو من الأسئلة اللي هي بتكون محضراها، فبالتالي ما بيكونش فيه توفيق فبترفضوا الانترفيو. النهارده ممكن اقول لكم على شويه حاجات ممكن باذن الله تساعدكم على ان انتوا تعدوا الانترفيو الى نوع ما، يعني حاجات مهمه كده، حاجات بسيطه بس تفرق كتير يعني زي ما بتقول نانسي. فالموضوع النهارده عن موضوع الانترفيو بالذات، علشان في كتير قوي ناس بتكون محضره ومروان دخل الانترفيو وللاسف ما عرفناش نعدي الانترفيو. طيب، سواء انت كان قسم عنايه مركزه او قسم طوارئ او قسم عمليات او اي قسم انت موجود فيه، انت لازم تكون الاول اورينتد بكل الاسئله اللي بتكون اصلا موجوده عندك. فما ينفعش انك تروح مستشفى او اي انترفيو وانت اساسا مش محضر اي حاجه. لكن انت اول حاجه انت تحضر الاسئله بتاعتك كويس جدا. ولو قلت لي يا مروان احنا مش عارفين الاسئله اللي بتتسال في الطوارئ ولا الاسئله اللي بتتسال في الرعايه، لكن احنا عايزين الاسئله دي، انا والله عشان تبقى عارفين لو انت عايز اي اسئله من الاسئله دي دوس بس تحت لايك وسبسكرايب واكتب لي بس القسم بتاعك، وانا ان شاء الله هحاول اجمع كده الاسئله الكامله لاي قسم وان شاء الله اعملها لكم فيديو باذن الله لوحدها باذن الله. انما النهارده انا جاي كل تركيزي على موضوع انك ازاي تحاول بقدر الامكان انك تركز في الانترفيو، وبقدر الامكان تشد نظر انا بقول ايه، بحاول بقدر الامكان انك تلفت نظر الاتش ار علشان يحاول يدخلك المقابله وتحاول ان شاء الله ان هو يعديك. اول حاجه يا جماعه الابيرنس بتاعك والشكل بتاعك الظاهر. طبعا ما ينفعش اي حد يخش كده انترفيو وهو مش مهتم بنفسه ولا بشكله ولا بشعره ولا بطريقه لبسه ولا اي حاجه، وكانه رايح يجيب حاجه من السوبر ماركت. ما ينفعش يا جماعه خالص. كتير قوي من الناس بتروح الانترفيو بيكون معاها واحد ولا اتنين ولا 10 هو لابس اي لبس وهي 3 4 لابسين بدل كده وموظفين ومحترمين ومهندمين والدنيا تمام خالص. والانترفيو طبعا الاتش ار اول ما بيشوف الناس دي هو على طول بيحدد الناس دي، يعني مش بيحدد على اساس ان هو يبقى اكسبت، لا بيلفت نظره اللي هو لابس بدله. بالطبيعه لو انت دخلت اي سوبر، يعني لو كنت قاعد في اي مكان وحد كان جايب اي لبس وواحد تاني ورا داخل عليك بلبس محترم وبدله وشيك ومنظم في نفسه، اكيد هو هيلفت انتباهي اكتر من اي حد تاني. يبقى اول حاجه يا جماعه بقدر الامكان حاول تروح فورمال اي انترفيو، سواء قال لك ان انت تيجي ببدله او سواء قال لك ما تجيش ببدله، انت روح حاول ببدله. والبنات بالذات برضو انت يعني ما اعرفش لبسكوا ايه، بس لازم يبقى لبس فورمال وشيك، بلاش اكسسوارات كتير، بلاش كوزمتكس كتير، ميك اب كتير، لا بلاش الحاجات دي كلها ما بتعجبش الناس اللي بيبقوا في ايه اللي هيعملوا مقابلات. تاني حاجه يا جماعه انت عشان تعرف في الانترفيو بتاعك هيعدي ولا لا، انت لازم اهم شيء تكون مثلا يعني ما تبقاش يعني انت رايح مش مركز قوي في الاسئله. لازم تكون في اول نايم كويس بالليل، وما تبقاش اصلا واخد طول الليل مذاكره ونايم الساعه 6 الصبح ولا 7 الصبح وتروح هناك الانترفيو بتاعك وانت اصلا مش مركز خالص. لا الموضوع ده بيفرق قوي معاك يا جماعه. انت لازم تاخد قسط كافي من النوم، انت تذاكر طول اليوم او طول اليومين اللي قبل الانترفيو، وتيجي ان شاء الله في ليله الامتحان او ليله الانترفيو تحاول تنام حوالي 6 7 ساعات عشان تعرف تركز كويس. تمام؟ ده بالنسبه للنوم. نام كويس نام كويس نام كويس، مهم جدا. واصحى بدري وحاول تخش يعني تحاول تراجع الحاجات اللي بتاعتك. ثالث حاجه يا جماعه اول ما تخش يا جماعه الاتش ار او اول ما تخش الحاجات دي خليك هادي. انا مش عايز تتوتر، انت رايح لبني ادم، مش رايح لحد تاني، انت رايح ايه لبني ادم، مش رايح لديناصور مثلا يقابلك، مش رايح لحلم حياتك اللي ممكن ينتهي خلاص، لا انت رايح مقابله من مقابلات كتير هي ممكن ايه تقابلك. فانت المفروض تروح هادي جدا، تروح للاتش ار، هاي هاو ار يو، اي هاف توداي انترفيو وذ educational تيم، اي حاجه، كان معاك ايميل، كان معاك اي حاجه، هيقول لك ورقك فين، تجيب له ورقك، الدنيا تمام وقصه كده خلاص، روح استنى، خد دورك، هتستنى، هتخش المقابله وانت مرتاح. ما بلاش الاعصاب لا وانت ستريس دي خالص، دي ما بلاش، الحاجات دي بتوترك وبتنسيك حاجات كتير جدا. انت اهدى خالص. الانترفيو ده يعني انترفيو عادي خالص مع ناس عاديين خالص. اي نعم انت جاي من مصر وفاكر ان الامارات بقى والناس اللي بالانجليزي بقى ومش ممكن ما تفهمش الاسئله وممكن يتوتر، لا هي عادي جدا. هو حتى الاديوكيشن تيم جوه او اللي هيعمل معاك انترفيو لو مش فاهم حاجه هيعيدها لك تاني وثالث ورابع، وممكن كمان وانت تقول له وهم بيتكلموا تقول له خلاص ممكن يعني بالراحه شويه، او ممكن تقول يعني ايه
كويشن اجين يقول لك لا كويشن تاني عادي خالص. الناس متفاهمه جدا على فكره، وناس كويس جدا. الحاجه بلاش تكون متوتر، تمام، وخليك هادي وريلاكس، وخليك منظم في اوراقك. قالت لي والله العظيم الاتش ار كنت جايب معايا فايل كده كل حاجه فيه شهادات الخبره لوحدها وشهادات التخرج لوحدها والامتياز والباسبور والحاجات دي، والاتش ار بياخد مني الاوراق بتاعتي بيقول لي مروان يو ار ويل اورجنايزد. يعني الحاجات دي بتفرق، ورقك هو منظم بتفرق مع الاتش ار. لفت وجه كل مره اغلط في الكلمه دي لفت نظر الاتش ار تمام. فالموضوع ده بيفرق قوي معاهم على فكره والله يا جماعه، عشان الحاجات البسيطه دي بتفرق بعدين. بياخد نظره عنك ان انت واحد مركز اورجنايزد. طيب ايه تاني؟ اسال على المكان اللي انت رايحه قبل ما تروح. يعني خش على النت كده، لو انت رايح مستشفى خش على النت كده وشوف المستشفى دي عباره عن مستشفى ايه، اقسام ايه اللي موجوده جوه، البوليسي بتاعتها، الفيجن بتاعتها. اسال يا عم، خد لك نظره، ما تروحش كده اعمى، ما تروحش كده على مستشفى ريهابيليتيشن وتفتكر ان فيها كل حاجه. انت فاهم؟ لازم تكون عارف انت رايح على المستشفى دي وايه اللي جواها. حتى لما تروح نتكلم مع الناس ويقول لك انت ايه اللي هيخليك، سؤال من اسئله الاتش ار، ايه اللي يخليك تشتغل معانا؟ تقول لهم يا جماعه انتوا عندكم كذا وعندكم كذا وعندكم كذا، شايف المستشفى دي كبيره وشايف عندك خلفيه ويعرف ان انت فعلا مهتم بالموضوع. تمام. رابع حاجه او خامس حاجه، ما بقتش اعد بصراحه، هي نصائح كتير. في اسئله ثابته بتبقى في الانترفيو، يا ريت كلنا يا جماعه نخش كده عليها ونحفظها، يعني اسطمبه واحده هي اللي هي ايه هي نقاط القوه بتاعتك، ايه هي نقاط الضعف بتاعتك، ايه اللي يخليك تشتغل معانا. الثلاث حاجات دول تقريبا في كل انترفيو بتسال فيها. فخش كده وحاول ان انت تجيب اجابه سهله وبسيطه وتحاول تحفظها، عشان لما تسال السؤال ده ما تترددش، تقول لهم 1 2 3 خلاص كده. انما انت ايه نقاط القوه بتاعتك، تقعد بقى انا سبيك انجلش جود وايه تاني مش عارف ايه ومش عارف ايه، في الاخر تتهته ومش عارفش تقول حاجه. لا، انت ليه بقى ما تحفظ الحاجات دي بتنظيم، وتحاول ان انت تظبط كلمتين كويسين كده، عشان اول ما تسال السؤال ده ربنا يكرمك وتجاوب على طول. ده بالنسبه للاسئله الثابته. سادس او خامس حاجه، بعد ما تخلص الانترفيو، ما خلصت تمام، روح بقى ما تروحش قبل حاجه مهمه. تسالهم بقى انتوا هل انا الرد بتاعكم هيجي بعد قد ايه، اتواصل مع مين، تروح للاتش ار تقول له انا هيجي لي ايميل ان انا اكسبتت ولا لا. اعرف بقى انت ايه الحاجه، اعرف ما بعد كده انتوا هتعملوا ايه معايا، الرد بتاعكم اسبوع اسبوعين، انتوا محتاجين دلوقتي ايرجنت ولا محتاجين بعد شهر. انتوا ممكن طيب لو انا مثلا مقدم مثلا في ابو ظبي وانا معايا دي اتش ال، طب انتوا اللي هتحولوا الاوراق بتاعتي ولا لا؟ طب انتوا التكاليف عليكم ولا لا؟ اسالوا في كل حاجه يا جماعه، ما تخافوش يعني، اسالوا في كل حاجه، ده حقك، انت جاي تشتغل وهم جايين يدوك حقك، يعني مش يكذبوا عليك، بس انت لازم تفهم كل حاجه. بدل يا انت في البيت يا ريتني سالت على كذا، يا ريتني والله كان في سؤال مهم يا ريتني سالت عليه، بدل ما ترفع التليفون والاتش ار يكرهك بقى، لا خلاص كله بالمره، وانت ساعه الانترفيو بعد ما تخلص الانترفيو تسال على كل حاجه، الموضوع انتهى. حضر نفسك كويس، خليك هادي، الموضوع مش نهايه العالم خالص، الموضوع كله ان انت ده رزق ونصيب. لو ليك نصيب في الاول وفي الاخر هو ربنا يعني هيدولك، لو مالكش رزق ونصيب في الموضوع ده خلاص ربنا يعني كاتب لك حاجه غيرها. ولو انترفيو الاول والثاني والثالث ربنا ما وفقش فيهم، فهو ممكن ربنا كاتب لك حاجه كويسه ثانيه باذن الله. بس كده، ده كانت نصايح بسيطه وقليله جدا انا كنت عايز انصحها لكم، وان شاء الله باذن الله يا رب تستفيدوا منها. لو عجبك الفيديو حط سبسكرايب تحت، حط لايك للفيديو، وان شاء الله باذن الله انزل لكم الحاجات اللي انتوا عايزينها، بس اكتبوها لي في الكومنتات تحت الحاجه اللي انتوا طالبينها، وانا ان شاء الله باذن الله هحاول اعمل لكم فيديوهات ثاني وثالث باذن الله. وكان معكم مروان فرج اخوكم من الامارات، واتمنى ان انتوا تشتركوا في القناه وتشيروا الفيديو ده لاي حد داخل على الانترفيو. بالتوفيق كلكم ان شاء الله، ويا رب تلاقوا الوظيفه اللي انتوا عايزينها وبتحلموا بيها تكون هاديه وكويسه وعلى قد طموحاتكم ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.